قال يا بنتي بقولك ايه، عندك معجون سنان؟ عندك؟ طب انا عايزه واحد علشان عندي فرح قريب وعايزه اسناني تكون نضيفه. هو بكام؟ ب5000 جنيه. قليل جدا. ان شاء الله يكون ب20,000 جنيه ولا يفرق معايا فلوس. تمام، هاخده. تمام، في اقل من ساعة يكون عندي. تمام، انا اسمي حنين هانم. تمام ماشي، مع الف سلامة. فكر كده ليه بتاع معجون السنان. اتفضل. السلام عليكم يا هانم. احلى هانم في الدنيا حنين هانم. حنين هانم واحد بس زي ما بيقولوا. عامله يا هانم؟ الحمد لله. انا عرفت يا باشا ان انت بتدوري على حاجه كده ايه سبيشال، نضيفة. حاجه نظيفه جدا. ايوه. انا بقى يا باشا جبت لك حاجه نظيفه على الاخر. معجون السنان ده 3 غسلات منه بالظبط هيخلي اسناني دي ابيض من السيراميك زي ما بيقولوا. تمام، ب5000 جنيه؟ لا الصراحه ده غالي شويه، مش ب5 بس، ده معجون السنان ده هيعمل له 25,000. بس لو غالي عليك قولي لي. غالي؟ ما تقولش كده يا ولد. الفيزا عندك كلها، خد اللي انت عايزه. طب ماشي، يعني اخد اللي انا عايزه من الفيزا ارجع لك؟ الفيزا فيها 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه مره واحده؟ لا لا مش لدرجه، انا هاخد 25,000 جنيه وهجيبها لك. تمام، الرقم السري مكتوب عليها هنا اهو. هو ده. ماشي يا هانم، اتفضلي بقى معجون السنان، خش جربيه وادعي لي. عندك فرشه سنان ولا ابعت اجيب لك؟ انت ازاي بتقول كده؟ انا عندي فرشه السنان ب 3000 جنيه بس جامده، اجيبها لك بالمره. هاتها ولا يفرق معايا. كده يبقى حسابنا 30، 25 و3 30، اتفقنا؟ تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. هانم بنت هانم والله، ما بتبصيش في الفلوس خالص. لا لا بنت ناس صحيح. دماغك خلاص. دماغك ابوسها يا هانم. ايه يا بنت طلعت لقطه عبيطه قوي. ما يهمنيش الفلوس، اهم حاجه تكون سناني بيضة لما ادخل اجربوها. اول راجل ضحك عليا ولا ايه؟ لما اشوف نفسي دي بقت سوداء اكتر. الراجل ضحك عليا ولا ايه؟ لما اطلب منه حاجه واشوف ضحك عليا ليه. الو، السلام عليكم. هو حضرتك ضحكت عليا ولا ايه؟ المعجون السنان مش راضي يشتغل. ايوه، عندكم نوع تاني؟ بكام؟ ب10,000. تمام، ما عنديش مشكلة، ما يفرقش معايا الفلوس. ومعجون سنان بكام؟ ب10,000 برضو، ما يهمنيش الفلوس. تمام، في خلال ساعة تكون عندي. تمام، مع ألف سلامة. شكل الراجل ضحك عليا. لما أجرب وأشوف. اتفضل. ازيك يا هانم، عامله ايه؟ حقك عليا ودماغك لا يا لا، بوسه. ما بحبش القرف ده. كفاية دماغك كفاية. دماغك يا بوسه يا هانم. القرف ده. انا ما اقدرش ازعلك مني، حقك عليا اول واخر مره والله. انا مش عارف الراجل ازاي اداني المعجون السنان المضروب ده، بس انا اكتشفت حاجه يا هانم. أنا عايزة الفلوس بتاعتي. لا هديلي فلوسك حالا، بس انا هقبضها لك. في حته معجون سنان جاي من نيوزيلندا ب40,000 جنيه، بس بيجيب من الاخر بصي قبل ما تحطيه اصلا هتلاقي اسنانك دي انضف من الصيني بعد غسيله. يا ابني حقك بالراحة. عليا يا هانم، انا عايز ارضيكي. منين؟ انا من حلوان. أجدع ناس. ربنا يخليك ربنا. بقول لك ايه، انا ده جربيه هتدعي لي، بس الفيزا بعد اذنك. الفيزا فيها ب10 مليون جنيه. اتفضل. هي بتزيد كل يوم، امبارح كانت مليون والنهارده 10 مليون. عادي. الله اكبر. امسكها يا هانم، امسكي الفرشه. خشي بقى اغسلي اسنانك وانا مستنيك. مش هتمشي؟ ده انا مستنيك يا هانم. لا ما ينفعش. هطلع بره؟ اه. السلام عليكم. يا ابني بقى. احلى هانم في الدنيا، احلى هانم في الدنيا. حنين هانم، تحيه 100 100 لحنين هانم. كمان بوسه والنبي.
والنبي كمان بص يا حبيبي. السلام عليكم حنين هانم. الراجل مجنون ولا ايه؟ كل ده عشان قلت له ياخد اللي هو عايزه؟ مجنون في دماغه. لما اروح اجربه. ده انا هكلم الراجل اللي بيضحك عليا وهودي السجن. ده سحب مني فلوس كتيرة قوي. الو السلام عليكم. بقول لكم ايه، كان عندكم كده راجل بيوصل الطلبات. ممكن بس تبعتهولي. السلام عليكم يا هانم. مع الف سلامة. هو جه بنفسه. انا مش عارف اقول لك ايه. لا بقول لك ايه، حقك عليا سامحيني يا هانم، حقك عليا وده سامحيني. يخرب بيتك. معلش انا اصل اقول لك حاجه، انا بمر بظروف صعبه، والراجل اللي انا بشتري منه معجون السنان ده ضحك عليا. انا مش عايزك تعيطي لان قصتي مؤثره. عشان خاطري يا ابني خلاص يخرب بيتك. عشان خاطري يا هانم، عشان خاطري سامحيني، اديني فرصه كمان، انا غلبان وعايز اكل عيش. لا انت تحب عليك. حقك عليا يا هانم، حقك عليا. والله ما يحصل. خلاص اول واخر مره، اوعدك انه مش هيتكرر تاني، بس انا عايز منك طلب. قول. تاخدي مني المره دي معجون السنان. والله ما هاخد حاجه. اسمعي انت كداب. سناني بتسود اكتر. يخرب بيتك. ما هي دي المفاجاه اللي أنا كنت هعملها لك، بدل ما تقعد تسود عشان خاطر خلاص حقك عليا. والله ما يحصل. خلاص يا هانم براحتك. على العموم عايز فلوس قولي من غير ما تكسب. خلاص يا هانم انا مش عايز فلوس، خلاص انا همشي، بس لازم تبقى عارفه حاجه، ان ابني تعبان، وان مراتي بتولد، وان خالتي في المستشفى، وان خالي تعبان وبنلم له فلوس عشان يتعالج، وان بنت خالتي بتكشف عند دكتور مجانين، وانا كنت مخبي عليك عشان كده الفلوس دي كلها كنت هو باخدها. انا امك؟ لا انت مش امي، فكرتيني. وامي عايزه تنام وما بتعرفش تنام الليل عشان خاطر قلقانه عليا يا هانم. ماشي، على العموم انا همشي، وذنب هيبقى في رقبتك يا هانم، يا بنت البشوات يا غنيه اللي معاكي فلوس ما بتخلص. الله اكبر. انا ماشي. الله اكبر. ايه ده؟ هو جاي يحكي لي قصه حياته؟ ده زبونته. ايه ده؟ لما كلم الشركه مش كده. الو السلام عليكم. هو اعتقد في راجل بيجي يوصل الدليفري. هو جاي يحكي لي قصه حياته. انا مش امه. خالتي في المستشفى وفي مستشفى المجانين. ايه ده؟ ما يهمنيش. تمام انا هجيلكم. يا لهوي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وبنحبكم كتير قوي يا جماعه. يا جماعه لو عايزين جزء تاني اكتبوا لنا في الكومنتات، ويا جماعه افتكروا انا اتخضيت ليه. بنحبكم جدا. باي.